اللي أنا بصدده هو كلمة مختصرة لإخواننا في حماس، وهم ما زالوا بمرتبة الأخوة عندنا. قبل عملية 7 أكتوبر بكم شهر طلع علينا يحيى السنوار رحمة الله عليه بخطاب قال فيه شكرا إيران، شكرا حزب الله، شكرا بشار، وشكرا للفصائل المسلحة المتأيرنة في العراق، وشكرا الحوثي. نتيجة خطاب السنوار كانت كارثية. خسرت الحركة تعاطف أغلبية الشعب السوري، وخسرت أيضا تعاطف نصف الشعب العراقي، وخسرت أيضا تعاطف أغلب الشعوب الخليجية، وخسرت أيضا تعاطف أغلب الشعوب العربية. خسرت قواعدها التنظيمية من الإخوان في سوريا والعراق ولبنان والمغرب تحديدا. هالخطاب من السنوار تم فيه خيانة الدم السوري اللي تم إراقته طول السنوات اللي طافت، تم فيه خيانة رقاب الأطفال اللي تم نحرها من حزب الله لعنة الله عليهم في الحولة، وهو يقول شكرا بشار، شكرا إيران، شكرا حزب الله. الأخوة في حماس كل خطاب تتهمون العرب بخيانتكم. منو اللي خان الثاني؟ انتم آخر ناس تتكلمون فيه عن خيانة الدم العربي. لما يروح خليل الحية ويهدي الانتصار الموهوم لخامنئي بكل وقاحة ويتناسى كل الجرائم اللي صارت في سوريا في حق أهلنا، يطلع علينا أبو عبيدة الله يهديه ويتكلم عن خيانة العرب لغزة. منو اللي خان الثاني يا أبو عبيدة؟ وانت طالع تشكر الحزب اللي ذبح أطفالنا في سوريا، الحزب اللي سجن أكثر واحد ناصركم ووقف معاكم، الشيخ اللبناني أحمد الأسير. خذلتوه وبعتوا أهل طرابلس معه، واخترتوا توقفون في صف الحزب. بعدها تجون تكلمون عن الخذلان، تتكلمون عن شرف الموقف وطهارة الصف المعارض. ما العالم كله شاف طهارة صفكم المقاوم بعد سقوط بشار. صناعة مخدرات، تهريب، صناعة عصابات، خطف، ابتزاز، تعذيب، وخذ من كل هذه الأصناف الطاهرة إذا هذه الطهارة بنظركم. السنوار يقول نشكر بشار، بعدها يطلع خالد المشعل يهنئ الشعب السوري بسقوط النظام، بعدها خليل الحية يروح لخامنئي اللي هو راعي النظام الساقط اللي بارك بخالد المشعل بسقوطه ويقول نهديك الانتصار. بعدها موسى أبو مرزوق يقول نطلع للتعاون مع الشرع في دمشق. ايش هالبهلوانيات اللي قاعد تمارسونها علينا يا ربعنا ويا أخواننا في حماس؟ 60,000 قتيل و200,000 جريح ومليون نازح، وغزة ما بقى فيها حجر على حجر. الرصيد البشري والعمراني في غزة تضرر بشكل يعني صراحة الواحد ما عاد يتحمل يشوفه، والناس ما زالت تعاني. رصيدكم الأخلاقي كحركة مقاومة مستحقة تضرر بشدة وما زال ينزف أكثر وأكثر. أنا أدري أن أي طلب لمغادرة السلطة ما راح تقبلونه، وأنكم باقين في السلطة حتى آخر نفس في غزة. بالنهاية هذا مو كلامي، هذا كلام خالد المشعل اللي قال عن قتل المجازر إنها مجرد خسائر تكتيكية، وسامي أبو زهرة قال عن الشهداء شو المشكلة ننتج غيرهم، كأنها الأرواح مجرد بضاعة وتأمين راح يعوضونه في الوقت اللي يبونه. لكن بذكركم في النهاية، والذكرى تنفع المؤمنين، مهاتير نجح في ماليزيا لأنه قدم المشروع الإنساني الاقتصادي على صراع العرقيات اللي كانت لعبة في بلده لعب. رغم أن مهاتير كان في الأغلبية من أغلبية الملايو، وقالوا عنه جماعته أنه خان الأمة وخان أهله وجماعته، وانحاز لعرقيات التشاينيز والهنود. مرت السنين وانهضت ماليزيا وأصبحت الدولة اللي احنا نعرفها، والكل صار يشوف مهاتير الرجل الوطني القومي الرمز في مسألة التقدم، وأولهم جماعته من الملايو. طيب ليش نروح ماليزيا؟ ما عندنا تركيا في القضية الإسلامية بتركيا. فشل عدنان مندريس، وفشل سليمان دميرل، وفشل نجم الدين أربكان، لأن كلهم استعجلوا الانتصار للهوية الإسلامية وحطوه أولوية قصوى. بس نجح أردوغان في استعادة الهوية الإسلامية لأن اتجه أولا لحياة الإنسان والمواطن وحاجياته الأساسية. توفير هالحاجيات وإحراز التقدم فيها يعطي النظام الحاكم قوة يستطيع بعدها فعل كل شيء يريد. في النهاية قدر يصلي في آيا صوفيا، وقدر يحمل حجاب ويستعيد هوية الدولة من الاختطاف الأتاتوركي. هذا اللي فهمه أردوغان وعجز عن فهمه اللي سبقوه. فيا أخواننا في حماس، قدموا الإنسان الغزاوي على أي شيء ثاني. حاولوا أنكم تسمعون الأصوات المخلصة من أهل غزة اللي فعلا ترغب في رفع المعاناة عنها وعن أهلها. اللهم ارفع الغمة والكرب عن أهلنا في غزة، واجبر مصابهم واجعلها آخر أحزانهم، وأعدهم آمنين مطمئنين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.